سلام. اليوم راح نحضروا مع بعض واحدة التحلية تركية اسمها تريليتشي، متكونة من 3 طبقات: لا جينواز، فوقها لا كريم شانتيي، ومن الفوق كاع كريم كراميل. نبداو بلا جينواز. راح نحتاجوا فيها 3 بيضات، نضيف لهم 125 غرام سكر ما يعادل قيس كاس، ونخلطهم لمدة 10 دقائق مع اون بانسيت سال وملعقة صغيرة لافاني. نخلطه جيدا حتى الخليط تاعنا هذا يولي ابيض اللون. ها هو الخليط تاعي تحول للبياض. ناخذ نفس الكميه تاع لافارين 125 غرام وندير لها ملعقه صغيره على ليفير شيميك، ونجي ندخلها تدريجيا مع هذا الخليط تاع البيض والسكر بهذه الطريقه. لهنا ناخذ المول ديالي. انا اخترت هذا المول اللي يجي مفتوح من تحت، ودرت له طبقه من الالومنيوم وورق الطهي هكا باش نحط فيه الخليط تاعي وندخله مباشره للفرن على 180 درجه لمده 20 الى 25 دقيقه. نحضروا الكراميل ديالنا في كاسرول، نديروا ما يقارب كاس كبير تاع السكر ونخليوه يذوب بلا ما نتوشيوه وبلا ما نخلطوه بحتى ملعقه. نديروه على نار متوسطه ونستناو حتى يولي كراميل. ها الكراميل ديالي داب، نزيد له قسم ملعقه كبيره تاع الزبده ونخلطه جيدا. يدخل هذا الخليط نزيدو له قيس كاس كبير حليب. توجور على نار هادئه ونستمر في التحريك. دوك تشوفوا الحجم تاعو راح يتضاعف. ما تخافوش كي يجمد السكر، مع التحريك راح يعاود يذوب ويشكل لنا كراميل سائل. وجدوا لو سيرو تاعنا كاس حليب مع ملعقه كبيره سكر. لهنا لا طاغت تاعي توجدت وتحمرت، نجي نسقيها بهذاك لو سيرو اللي وجدت. نوجدوا لا كريم شانتيي تاعنا، كاس بودره الشانتيي مع كاس حليب بارد، ونطلعوهم بالباتر. ندير الطبقه تاع لا شانتيي ديالنا. لا جينواز تاعي لهنايا بعد ما درت لها لا كريم شانتيي ودخلتها تبرد، دوك نروح ندير لها طبقه الكراميل. الكراميل ديالي تاني كبرد، ها هو. لهنا درت طبقة الكراميل. دوك انا خليت شوية كريم شانتيي، نجي نديرها بهذا الشكل فوق طبقة الكراميل، خطوط طويلة واحد قدام خوه. ناخد القرطة الزلاميط ونجي ندير هكا بهذا الشكل، خضرة من الفوق لتحت، خضرة من تحت للفوق. نتحصلوا على هذا الشكل النهائي. نخليوها تبرد مليح ومن بعد نديموليوها ونقدموها.